ان في طلبه في الدبلومه الامريكيه ممكن تضيع على نفسها درجات رسميه زياده على السكور بتاعهم، ممكن توصل لغايه 15% لمجرد انهم مش فاهمين يعني ايه بونص. طب خليني اقول لك ان اي طالب جايب اقل من 1090 بناخد السكور بتاعه اوفر ال 1600 وبنضرب في 60%. طيب لو معدي ال 1090 وعاوز يقدم لكليه حكومه، لا احنا بناخد السكور اللي هو جايبه اوفر ال 1600 وبنضرب في 69، يعني في 9% زياده بونص لمجرد انه جايب اكتر من 1090. طب لو عاوز يقدم على كليه خاصه، لا ده احنا بنضرب في 75، يعني عنده 15% زياده بونص لمجرد ان السكور بتاعه عدى ال 1090. عشان كده نصيحه، اي طالب السكور بتاعه قرب من ال 1090 يعني 1000 1050، ارجوك ما تستسلمش لهذا السكور وعيد المحاوله بس مره، هتجيبها وهتفرق معاك في كليه فرق كبير جدا، وتقدر تختار الكليه اللي نفسك فيها. اي مساعده، اي استفسار، اي سؤال، مسجات الصفحه او واتساب على الرقم اللي هيظهر لك على الشاشه. وما تنساش تسال على جروب الواتساب الخدمي لطلبه الدبلومه الامريكيه واولياء امورهم للمساعده المجانيه في اي حاجه تخص الدبلومه. جروب خالي من الاعلانات، جروب خالي من اي حاجه تزعج اولياء الامور. مستنياك.